السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معرة النعمان المحتلي 10/7/2012، يوميات أبو شكري في أحد معاقل الجيش الحر في معرة النعمان. أبو شكري، بالبداية رح نحكي عن وعد الجامعة العربية اللي وعدتنا إنه بهذا الشهر رح تتسكر قنوات التضليل الإعلامي اللي هي قناة الدنيا الأخبارية السورية، الفضائية السورية، قناة سوريا الأولى والثانية، وبقية قنوات التابعة للنظام مثل قناة المنار قنوات التشبيح بشكل عام. الجامعة العربية منذ الوقت اللي وعدونا فيه وما سكروا شيء ولا عملوا أي شيء. يا أخي، بالنسبة للجامعة العربية جامعة كذابين، لا هي جامعة عربية ولا بتتمثل بالعرب، لأن مو كل العرب مع الجامعة العربية. الجامعة العربية هذول جماعة كذابين منافقين لها النظام السوري الفاسد. يعني اليوم ما ضل حدا يخفى عليه شيء اللي عمال بصير بسوريا. اليوم سوريا منكوبة، سوريا منكوبة، لا هي بلد ولا هي ضيعة ولا هي مدينة. سوريا عم بكرة أبيها منكوبة من هالنظام، والجامعة العربية اللي عمالة بتعطي مهل لها النظام الفاسد بقتل هالشعب السوري. أبو شكري، أنت عم تقول سوريا منكوبة. نعم. نحن ننتقل للحديث مع أفراد الجيش الحر. سوريا منكوبة؟ مو بس منكوبة، مدمرة. الوضع بسوريا كيف؟ المعيشة بالنسبة للمواطن المدني. المعيشة بنوب. برا عم بيسووا مجالس واجتماعات وبركات، كل مين عم يطلع على كرسته، وهالعالم هون عم تتقتل. نحن عنا هون لا في غاز، لا في مازوت، لا في خبز، ما في شيء. خضرة ما في، سيارات إذا بدها تطلع لتجيب خضرة ما في مازوت، وإذا بدها تطلع لسه لتجيب خضرة وتدور ما في أراضي زراعية مزروعة للخضرة. واحدنا إذا بجيب هلا جرد غاز عم بجيبها بيتصور فيها. من فرحته فيها لأنه غاز ما في. من فرحته غاز ما في، وقت اللي عم بجيب لتر مازوت عم بجيبه بخليه بيتصبب عليه تصبيب بس. طيب أنت عم تقول ما في أراضي للزراعة، بس أنا شفت الأراضي كلها مزروعة، بس مو زراعة، مزروعة جيش أسدي. ما في أرض زراعية من عاملين فيها مخيم وحواجز وسواتر ودبابات ومدرعات. طريق العام، الاستراد العام، خط حلب الشام، مزروع زرع جيش خوي وشبيحة، ويعني وأي واحد بيجي إذا بده يعدي يروح على غير مناطق زراعية ما في يعدي. كثر الحواجز، لأنه صار في عنا هون الجولان، وصارت في عنا هون الحدود السوري، وعندنا مزارع شبعة اللي بشار مزارع شبعة معنا لسوريا. أنا حاول كثير أركز على هاي الشغلة. مزارع شبعة لسوريا وراح نجيبها بإذن الله ونرجع لسوريا. ننتقل للحديث لأحد أفراد الجيش الحر. النظام الروسي دعا المعارضة لاجتماع بروسيا. تعقيبات على هذا الموضوع. نحن هذا ما بنقابله ولا بنوافق عليه، لأن نحن ما حدا بيمثلنا. نحن ثورتنا هون بسوريا، نحن عم نتقتل هون، ونحن برا ما حدا بيمثلنا ولا حدا اني بنخليه يمثلنا، لأن نحن عم نتقتل هون. نحن بدنا عالم ضمن الحدث معنا هون. ممتاز. طيب ننتقل للحديث مع قائد المجموعة اللي استضافتنا بمقراتها. وضع تقييمك للوضع الحربي داخل الأراضي السورية. نحن جماعة بنتم نقاتل وبنجاهد بسوريا لآخر نقطة بدنا. حتى أنا وغيري واللي طالع من بطن أمه بيجاهد لحتى وينك لآخر نقطة دم فينا. بالنسبة للرستن، الرستن أحسن، وينك قائد مجموعة والدنيا كلها، وينك آخر نقطة دم وما خلونا يفوتوا. أنا هو بدي أحكي لك إنه بالنسبة للرستن إنه قصفوه وحاصروه، وهن الرستن كلها نعرف إنه هي بوايز حاصروها من كل الأطراف وضربوها وقصفوا، ولحد الآن فيها مظاهرات كويس، وما حسنوا يقمعوا المظاهرات، ما قدروا يفوتوها، والمجاهدين بعدهم موجودين داخل مدينة الرستن. نحن هون بالمعرة عندنا قدرة نحسن نرد الجيش اللي منتشر هلا حوالي المعرة وعم يهدد بالمحاصرة واجتياح المعرة كل يوم والثاني. كويس، طول ما الله معنا بإذن الله بنقدر. بس نحن ما بنقبل من جماعة المعارضة برا تمثلنا. إذا بدها تمثلنا تجي تحارب معنا هون أحسن ما تمثل برا. بس نحن عندنا بالمعارضة برا ناس شريفين عم تتعامل بشتى أنواع الدعم. نحن ما بيهمنا المصاري، بيهمنا نحن هون اتجت هون بس نحن بيهمنا السلاح. في عالم برا عم تدعمنا بالسلاح. نحن بنطالب بالمجلس العسكري
ونطالب المجلس العسكري اللي برا سوريا الدعم بجيش الحر بالسلاح وبالعتاد وبالمال وبالمواد التموينية وبالمواد العسكرية، يعني بدون استثناء. نحن املنا على رب العالمين وعلى جيش الحر اللي هو برا سوريا. خطر ببالي سؤال ابو شكري، ملاحظ انه الموقف الروسي بلش يتغير؟ يا اخي اجباري، هو له نظام والنظام انتهى، يعني بالنسبه ما ضل يخفى على بني ادم الا هالنظام، وبالصرماي وبصرماية ثوار سوريا وبصرامي ثوار جيش الحر ان شاء الله. النظام، اتباع النظام واتباع النظام، حتى نصر الشيطان وحتى كلب ايران اللي هو احمد نجاتي، وحتى روسيا. وهلا روسيا اجانا خبر على الانترنت انه باعت لنا مدمره مع عده سفن، ان شاء الله تعالى ان شاء الله ندمر لهم اياها بنص البحر الابيض المتوسط. هن واللي داعمون. ابو شكري، اردوغان ببدايه الازمه كان فاير على النظام السوري، ما عم يخلي كلمه وبده يعمل وبده يساوي وبده هلا حتى قال انه راح يفرض غصب عن النظام السوري، راح يفرض منطقه عازله. والله انا بريد هلا المنطقه العازله تكون لتركيا مو لسوريا، بس كرامه لهالطياره اللي دمر له اياها النظام السوري. نحن مطالبين انه هلا نحن لازم نحمي تركيا من النظام السوري. من كم نهار حمينا لبنان ورجع اليوم الحمد لله، يعني بصمود شعب سوريا رد فعلي من الجيش اللبناني على الجيش الاسدي بسوريا، لان عرفوه هذا نظام فاسد مجرم. انت ملاحظ انه كل ما زاد الضغط على الثوار وعلى الشعب السوري بيصير العالم زيد الهمه وتعلق برب العالمين، وان شاء الله طول نحن رب العالمين ما هو معنا، نحن ان شاء الله هالنظام بدنا نشيله بصرمايه كل حر وشريف في سوريا. تفضل. يا أنا بدي أوجه كلمة للعرب، بدي أوجه كلمة للمسلمون. يا مسلمون، أن الثورة في سوريا وليست في تركيا وفي مصر وفي إيران بالأردن وفي الأردن بلبنان، وليست في لبنان، إنها في سوريا. يا عالم، يا ناس، سوريا تنزف، سوريا تنزف، سوريا تنزف. ننتقل لقائد المجموعه، بدي اسالك بس عن الجيش اللي متمركز بالمعرة، اللي اول امبارح امطر بالمعرة بقذائف كثيره، وامبارح الساعه 1 بالليل امطر الحي الغربي بقذائف هاون. هن ادعوا انها صوتيه، ولكن نحن اكتشفنا انها ما هي قنابل صوتيه، لانه دمرت محل ما نزلت صارت تدمر. اول شغله حاطين مدافع كلها، جيش الاسد الخايف حاطين مدافع على كل الاستيراد حلب الشام. ثاني شغله مو صوتي، لان تدمرت دور واستشهدوا شباب بجي 8 امبارح بالليل. طيب طالعون على قناه الدنيا طالعون على قناه الدنيا الارهابيين. انا تفاجئت انه طلعون ارهابيين. حتى حرمي هن الان الاولاد عم بيقولوا عنهم ارهابي، هلا اللي بيطلع من بطن امه عم بيقولوا عنه ارهابي. قناه الدنيا، قناه الدنيا كذابه. هذا الشيء ما بيخفى على احد انه قناه الدنيا كذابه. ابو شكري، بنهايه الحلقه بتحب توجه رساله؟ انا بحب اوجه رساله لكل شريف بالوطن العربي بسوريا برا سوريا انه يتكاتف مع الشعب السوري حتى اسقاط هالنظام الفاسد الفاجر. ابو شكري، وعندي بس كلمتين مشان تذكرني فيهم. نحن يا بشار لن نستسلم، قسما بالله لن نستسلم، ننتصر او نموت، وان الشعب لك بالمرصاد. والتكبير الله اكبر الله اكبر. بس اقول انه نحن هون ادلب والصمود والقسم المعهود. نعم، ما بنستسلم ولا بنتراجع ولا بنتخاذل، وباذن الله منصورين ان شاء الله. تكبير. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. جنة 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 والله يا وطننا، جنة 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 والله يا وطننا، يا وطن يا حبيب يا ركن الطيب، يا وطن يا حبيب يا